السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم علي من الجبنيان. في سلسلة مواصلة الحديث عن إنتاج الحسون إن شاء الله، قام أحد الأشخاص بالسؤال عن العش المناسب الذي نضعه داخل السلاك، طريقة تركيب العش، وهل يكون محاط به العديد من الأغصان أو لا، ولا العديد من الأسئلة. قام بوضع صورة داخلها العش والعديد من الأغصان من حوله، وسأل هل هذا العش مناسب لنضعه للحسون أم لا. إخواني، في الأغلب الحسون إذا حس بالأمان سيبني في أي مكان، يعني ليس شرط أساسي أن نضع العش ونضع من حوله العديد من الأغصان والعديد من الأشجار و ليس شرط أساسي، لكن هو أمر جيد. يعني لا يعتبر شرط أساسي يعني، لكن هو أمر جيد أن نضع العش ونضع من حوله العديد من الأغصان أو الأخضار كما هذه في الصورة. لكن سبحان الله، الحسون يفكرش كيف. يعني بعض الأحيان احنا نضع العش في مكان جيد، مكان عالي، مكان يحيط به العديد من الأخضار والعديد من الأشجار، لكن سبحان الله الحسون يكون له رأي آخر ويبني عشه في مكان آخر تماما لا يخطر على بالك، وكنت أنت مستبعد أن الحسون يبني عشه في ذلك المكان. يعني الحسون يفكرش نفس الطريقة اللي نفكروا بها احنا. يعني الحسون يقرأ حساب دخول الشمس، دخول الهواء، عديد من الأمور التي يقرأها الحسون قبل أن يقوم ببناء عشها. الأمن والأمان، العديد من الأشياء، العديد من الأشياء يقرأها الحسون قبل أن يقوم ببناء عشه. لذلك إخواني، إذا عندما تريدون تصبحون في تجهيز السلاكة وتضعون الأعشاش إلى غير ذلك، يمكنكم باختصار شديد سأعطيكم فكرة بسيطة يمكنكم أن تقوم باتباعها إن شاء الله، وتقوم بتعليق الأعشاش حسب هذه الفكرة. كما ذكرت إخواني، الحسون في الأغلب ميفكرش كيفنا، يعني ما يبنيش العش حسب ما احنا نحبه. يعني بساعة احنا نضع عشاش جيدة ونقول انه سيبني العش بها، لكن سبحان الله يكون عكس ذلك. مثلا سوف أعطيكم مثال بسيط على العشاش التي بنوها في العام الماضي الحساسين متاع. انظر مثلا هذا العش قادم، هذا العش من موسم الفرد، هذا العش انظر من علقت العش سبحان الله، هو جي تحت العش بجنب العش بالضبط، وقام ببناء العش سبحان الله. هذا العش من موسم الفرد. كذلك هنا أيضا هذا العش قمت بتعليقه، وكان هناك من حوله أيضا كثير من الأغصان، الكثير من الأخضار. قام هنا مباشرة، هنا مباشرة قام ببناء العش أسفل العش مباشرة سبحان الله. كذلك هنا إخواني هذا العش أيضا سبحان الله قمت كانت تلك النبتة خضراء وجميلة جدا سبحان الله على العش، لكن سبحان الله جي لهنا مباشرة وقام ببناء العش سبحان الله. يعني عكس تماما وضعت هنا. كذلك هنا اخوان هذا العش الذي بالفوق سبحان الله وضعته، لكن سبحان الله جي تحته كذلك مباشرة قام ببناء العش. كذلك في هذا العش أيضا، وقام عندما كان هذا العش محاط به كذلك الكثير من الأغصان، لكن سبحان الله جي في المكان هذا مباشرة وقام ببناء عش. يعني ما يفكرش كيفنا في الأغلب الحسون سبحان الله. يعني إذا أردتم أن تقوموا بتعليق الأعشاش ووضع الأعشاش بكل بساطة سأعطيكم طريقة بسيطة. نقوم مثلا بربط خيط على كامل دائر بالسلاك كما تشاهدون الآن في الفيديو أمامكم. خيط مثلا على كامل السلاك دائر ومسامير مثال ولا حاجة على كامل السلاك، على كامل السلاك نقوم بربطه على كامل السلاك، أو بين الحائط والحائط في الوسط خيوط، بين الحائط والحائط خيوط، بين الحائط والحائط. ثم نقوم بتعليق فيه الأغصان كما تشاهدون هذا الغصن هناك هنا معلق في الخيط. كذلك هنا الغصن معلق في الخيط، كذلك هنا الغصن معلق في الخيط. نقوم بتعليق الأغصان أغصان أغصان أغصان. إذا هذا بطبيعة الحال إذا كنا مشنا غارسين أشجار، وهذه الطريقة جيدة لأن الحسون ماذا به يبحث عن المرتفعات باش يحس أكثر أمان، ماذا ما يكونش أشجار صغيرة. هو سبحان الله إذا حس بالأمان راهو يبني في أي مكان. لكن سبحان الله هذه طريقة بسيطة. أقوم سبحان الله بوضع خيط على كامل السلاكة، سواء في الوسط بين الحائط والحائط، سواء على الطول على الحائط بأكمله. ثم نقوم بتعليق الأغصان كهذا ما تشاهدون أمامكم في الفيديو، وإن شاء الله بإذن الله سوف ترون أنه سيبني في أماكن لا تخطر على بالكم أيضا
سبحان الله ما تخطرش على البال اصلا. فما اماكن ما تتوقعش انه يبني فيها الحسون عشه اصلا، ولكن سبحان الله يبني عشه في ذلك المكان. هذا اخواني شنو حبيت نقدم لكم بالنسبه لليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.